ساريبيا يجيب اللاعب عبد العزيز. جول جول عن طريق اللاعب فاليرا. هي دي كرة القدم. نادي برشلونة في هذه اللحظات يتعرض لواحدة من أصعب الفترات، لأن فاليرا بيسجل في الدقيقة 67 من ركلة ركنية في غياب وفي غفلة الرقابة الدفاعية الظهير الأيمن خوان فاليرا. بنحكي عن غياب النجم المغربي عبد العزيز برادة عن نادي ختافي بعد ما شارك المغرب أولمبيا اليوم أمام منتخب نيجيريا، وسجل برادة. وأمامنا هنا في هذه اللقطة هو بيسجل اللاعب فاليرا بضربة رأسية هدف التقدم لخوان فاليرا. خوان فاليرا يسجل في مرمى فيكتور فالديز، هدف السابع في مرمى برشلونة. ادي امامنا ماسكرانو، ادي ماسكرانو. شوف امامنا ميسي، ادي ميسي واضح طبعا يعني ضغط المباريات. وادي امامنا شوف الرأسية ادي ملعوبة امامنا من اللاعب بابلو ساريبيا. وادي امامنا الكرة والدفاع. اين الدفاع؟ في اللقطة الماضية عدت من بوسكيتس وعدت الرقابة من كايتا مش موجودة، وفاليرا وجدها وعلى طول حطها على يمين الحارس فيكتور فالديز. هنا كرة يتحملها قلبي الدفاع بالفعل بيكيه وابي